بكم في فيديو جديد. اليوم راح نصنعوا طابوغي باعاده تدوير هاد الاغطيه تاع لي ماطلا. كنت عارفوهم كلكم. عندي زوج قنينات الماء، هاد الزرقين هادو انا راح نشفهم مليح ومن بعد نرجع لهم الاغطيه تاعهم. لازمني زوج من اغطيه لي ماطلا. التحتاني عمرته بالقنينات، وهذاك اللي يجي من فوق دخلت فيه شويه كرتون باش نعلي الطابوغي. وعندي طبعا الاسفنج هذا، عندي قطعه فرو من النمر، وعندي سكاي ممكن استعمل هذا اذا ما قدنيش هذا الطرف الدوري. اذا ما قدنيش الاصفر هذا راح نستعمل هذا. القاعده من تحت راح نستعمل سكاي عادي هذا. انا راح اخذ القياسات على دائره القاعده، دائره المقعد من فوق، ثم قطعتين من الفرو، واحده من الفوق واحده من التحت، وما بيناتهم سكاي. ناخذ القياسات ونرجع لكم. هنا راني قلبت السكاي باش نخدم القاعده. حطيت هذه العلبه واخذت دائره زدت نصف سنتيمتر على القياس الحقيقي تاع الخياطه. هذه راح كما قلت لكم راح نديرها قاعده. نفس الشيء راح ندير مع قطعه الفرو اللي تجي من الفوق. فيما يخص القطعه الاخرى راح نقيس الجوانب هذو ونقطع قطعتين من الفرو. انا حطيت القطعه تاع السكاي على الفرو باش نقص نفس القياسات تاع الدائره، لكن ماشي كما قلت لكم نصف سنتيمتر زياده. ديروا 1.5 زياده حق الاسفنج اللي رايحين نغلفوا به، راح يزيد في حجم الدائره. هنا يعني محيط الدائره تاع الفرو جاني ناقص على محيط الدائره تاع العلبه. راح نزيد هذوك الاطراف اللي بقاو لي من الدائره، راح نخيطهم ما راحش يبانوا. هنايا وقفنا هذيك الدائره تاع الفيرور اللي راح نديروها من فوق، وقفناها مع الجانب يعني مع المحيط، وراح لازم تقفوها بالدبابيس. مادامكم توقفوا بالدبابيس وانتم تدخلوا في الشعر تاع الفرو، حتى يعني في الخياطه تبقوا تدخلوا الشعر تاع الفرو عفوا باش تخيطوا. ونفس الشيء مع القاعده اللي هي بالسكاي وقطعه الفرو للمحيط. هنا كما كنتم تشوفوا حطيت حطيت قطعتين وراح نخيط. كل ما تنزعوا دبوس حاولوا بهذا الشكل دخلوا الفرو لداخل، يعني اللي يخرج لكم غالب عليكم، لكن من الاحسن نقوم بهذه العمليه. هذا الشكل، يعني كل ما ننزع دبوس حاول قدر الامكان ادخال الفرو للداخل هكذا. حتى ننتهي من الدائره تماما. هنا كما راكم تشوفوا لميتهم كاع بالشريط اللاصق. راح نزيد هذا فقط في الوسط يغطي فقط القنينات، راح نزيد نزيرو بالشريط اللاصق، ثم نضيف عليه الغطاء اللي زدت فيه بعض الكرتونات حتى ندعم المقعد تاعي. من بعد هذا راح نلبسه بالاسفنج وندير طبقتين او 3 على المقعد. سأعود. هنا كما راكم تشوفوا ما استعملتش كاع السيليكون، راني غير بالشريط اللاصق. استعملت هذا جاني ضعيف، راح استعمل هذا شويه يعني يثبت
راح نلصقهم نثبتهم ونلوي عليهم الاسفنج كما قلت لكم. فقط هذا المكان نخليه في الوسط بلا اسفنج. هذا الشكل اللي تحصلت عليه قبل ما نغلفه بالاسفنج، يعني ثابت كما راكم تشوفوا. راح نكمل ونرجع. هنا كما راكم تشوفوا هذه هما 3 قطع اللي راح نديرهم في المقعد هذا طابوغي، يعني راح ندير واحده فوق واحده، 3 تاع القطع. هنا باش نلصق هذا الدوائر واحده فوق واحده راح نستعمل هذا الغراء الخشب الثقيل، يعني هذا ثقيل بزاف. بعد ما لصقت الطبقات فيما بيناتهم بالغراء الخشب راح نلصق الحواف بالسيليكون هذا الشكل. الآن نحاول نلبس الكرسي تاعي بالاسفنج. القاعده ما راحش ندير لها الاسفنج، نخليها كيما راهي، لان الفرير خيط عليه قطعه سكاي تجي من تحت، وهذا ايضا بلاستيك، يعني ما راحش يتاثر بالاحتكاك مع الارض. اما هنا راح نثبت 3 طبقات. ايضا راح نلصق هذا واحد فوق وواحد تحت، هذا مكان سكاي. نظن الفكره وصلت. هنا بعد ما لصقت الاسفنج تحت راني نلبس في القاعده اللي هي من سكاي، هذه تجي من تحت. انا ما قفلتش هنا حتى نشوف يعني السمك تاع الكرسي تاعي هنايا، وراح نقفل بالسيليكون وما خليهاش تبان. نثبتها ايضا هنايا نفس الشيء مع المقعد. بعد ما كملت القاعده من تحت، الان راني نلبس في المقعد من فوق. هذا المقعد كنت انا قفلته في الماكينه من كل الجهات تقريبا، راه جا سوا اني اخذت القياسات وزيد شويه قبل الخياطه. هذا هو شكله قبل ما ندير له هذاك الشريط الذهبي. انا هنا راح نثبت كما راكم تشوفوا، راح نثبت ماشي هنا لان الكولا راح تبان او السيليكون راح يبان. راح نثبت هنا نحاول نجبد ونلصق، ثم نلصق الشريط السكاي. هنا راني في اخر مرحله واللي هي تركيب الشريط الذهبي. انا راح نركبه نطبق منه ولا نلصق بالبيستولي ونزيد من الجهه الاخرى، يعني ما نخدمش غير من جهه اعواج، نخدم ونخدم في نفس الوقت، من هنا ومن هنا، نوقف نوقف كان نخدم من جهه ونخلي باش نروح للجهه الثانيه راح يعوج معايا سكاي. لهذا راح نخدم متوازي المستقيمات منا ومنا حتى نكمل الشريط كله.